أكلتنا لليوم حلاوة الجبن بهذا الشكل المرتب والطيب كتير والسهل كتير. يعني بتسووها بخلال 10 دقايق بتكون عندكم هالنتيجة الرائعة والطيبة والمرتبة. بدنا دغري رح احكيلكم المقادير مع الطريقة لأنه بصراحة مش طالع بالفيديو. 4 أكواب من المي، بنحط معهم كوب من السكر، بنحطهم على النار بس يدوب السكر، بنحط فوقهم كوبين من السميد الناعم، بنحطهم تدريجيا نحن عم نحرك وبنحطهم للسميد. بس يتماسكوا معنا ينشف معنا المي، بنحط فوقهم 500 جرام من جبنة الموزاريلا. نرجع مثل ما كنت عم بشتغل نرجع بنشيلهم بنحطهم على هيك سطح نظيف، وندعكن شوي مع ملعقة سمن. بس تصير بهيدا النتيجة بنرجع بنفردها بهيدا الشكل. كتير سهلة هيدي الوصفة وكتير طيبة، وفيكن انتو تعملوا القشطة الدون منسويها. بالنسبة للقشطة يا صبايا حطينا 1.5 لتر من الحليب السائل، يعني 6 كبايات من الحليب السائل. اوكي، بنحطهم على النار. بس يغلوا معنا الحليب بنحط 5 ملاعق من الخل، خل ابيض، خل احمر، حيالله شي، خل تفاح، خل عنب اللي بدكن يعني. اوكي ليصير، وبنخليه على نار خفيفة ليصير معنا يفصل معنا الحليب ويصير هيك الحليب المي اللي له شفافة. بنشيله على النار، بنصفيه بطنجرة تانية، بنحط 1/2 لتر من الحليب السائل، يعني كوباية من الحليب السائل، بنحط فوقهم نص كوب من النشا. اوكي بنحركهم على البارد، بنرجع بنحطهم على النار بس يشتدوا عنا الخليط. بنزيد فوقه نص ملعقة صغيرة ماء الزهر، نص ملعقة صغيرة ماء ورد. اوكي وبنحركهم، نرجع بنضيف الحليب اللي عملناه بالاول اللي فصلناه مثل القريشة. هيك بتكون عملنا نحنا القشطة اللي نحشي فيها حلاوة الجبن. هيك ما شاء الله بهذا الشكل انتو شفتوه. بعد ما رقيناها او بعد ما فردناها حطينا القشطة ونرجعنا قطعناها بهذا الشكل وزيناها بالفستق الحلبي. والقطر بدنا نعمل نحن القطر العادي عبارة عن كوبين من السكر، كوب من الماء، ملعقة صغيرة او ملعقة عصير حامض، وشوية ماء الزهر، شوية ماء الورد. اوكي هالنتيجة ما شاء الله بتجنن. ان شاء الله يكون الفيديو واضح. اعملوا لايك للفيديو وشيروا الفيديو ليوصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء، وجربوها لهالوصفة الطيب كتير وصحتين وألف عافية.